مبروك للنادي الاهلي. صراحه الاهلي مستحق ولعبت النهارده كويس جدا. رسالتي بس لجمهور الزمالك، كل ساكن سيسقى بما سقى. يعني انتوا النهارده لازم شتيمه في زيزو واهانه فيه في امه وابوه، وتيجي تقول لي عايز ربنا يكرمك؟ دي مش كوره، دي اسمها قله ادب. لعيب وسابك، المفروض بقى اللي انت ما تتكلمش عليه بدل ما نقعد نشتم النهارده فاحمد زي زيزو. كلم الاداره وصلتني الحارس زي الزفت دي بيلعب من غير اي امكانيات. عمرو ناصر وشيكو بنزا، انت عايز تعرف حجم سكوادك؟ شوف الكورتين بتاع عمرو ناصر وشيكو بنزا هيوريك المستوى بتاعت اللعيبه المحترف اللي عندك. كل اول غلطه من محمد اسماعيل النهارده كسب الفريق اللي استحق، فرقه مصروف عليها مليار اللي كتر خيرهم اصلا. انا في حد بعت لي الفيديو بتاع البنوته السكر دي، وبجد قبل ما اعلق على كلامها يا ريت مامتها او باباها او هي تكون بتشوفني. انا عايزه اقول لك ان لازم تبتدي تعملي فيديوز كتير. بسم الله ما شاء الله عليك، والله كاريزما وحضور وعارفه تتكلم. لازم حد يا جماعه ينمي الموهبه اللي عندها، ان هي بسم الله ما شاء الله من صغرها كتكوته الله اكبر، يبقى ليها مستقبل بجد، عليها قوه في الالقاء والاقناع تحفه. تاني حاجه، عيب لما تكون اصغر واحده فيكم طالعه بتتكلم بالعقل وبالمنطق، اللي اكبر كبير في الزمالك ما تكلمش الكلام ده. والله العظيم الواحد مستعي بيقول عليها صغير. ده انا اللي صغير، ده انتوا اللي صغيرين. البنت بسم الله ما شاء الله عليها بتتكلم كلام، بدل ما انتوا قاعدين ماسكين في احمد السيد زيزو اللي سابكوا، ركزوا في اللي عندكم واطلعوا اتكلموا على عيوبكم وصلحوا من اللي جواكم عشان تقدروا تنافسوا على اللي جاي. هو ده الكلام اللي انا قلته قبل كده، الطفله قالته لما طلعت اتكلمت ان في فرق ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك، ان جماهير النادي الاهلي دايما حتى وانت متعادل لما بتكسب وانت بتلعب وحش بتطلع بتهاجم اللعيبه والاداره وما بيهمها، عكس جماهير نادي الزمالك لو اتعادلتوا بتعلقوا الكهارب. هو ده يا جماعه اللي الطفله فهمته وانتوا مش عاوزين تفهموه لسه. ما اتكلم عن نفسي، اصلح العيوب اللي عندي بدل ما اروح الاستاد اقعد اشتم واحد واخد في عرض. اما انا اروح الاستاد اقف جنب الفرقه بتاعتي، اما انا اطلع اتكلم واشوف ايه العيوب اللي في الفرقه عندي واصلح فيه، اشوف قصه القي، اطلع اهاجم مجلس الاداره، اطلع اتكلم واقول انا عايز ومحتاج 1 2 3 4، ابص للعيوب اللي عندي وفي فرقتي واصلحها عشان اقدر ابقى في مستوى النادي الاهلي وانافس بعد كده معاه على البطولات. لازم نكون متساويين، مش نفس اللون ما نتساويش. الطفله فهمت الكلام ده وانتوا ما فهمتوهوش، طالعين بيبرروا لعيبتهم وطالعين بيشتموا، قاعدين شغلهم الشاغل هو السيد زيزو، شغلهم الشاغل امام عاشور، شغلهم الشاغل لعيبه الزمالك اللي سابوهم وراحوا الاهلي. وهم سابوكوا ليه؟ طب ما انا اصلح بقى العيب اللي عندي، هاجم مجلس الاداره لان هو مش عارف يحافظ على اللعيبه عندي، بعد كده اطلع اشتم النادي الاهلي او اشتم اللعيبه. ده هم سايبين العيوب اللي عندهم ماسكين باللاعب ونشتمه ازاي. عارفين انتوا لو وفرتوا الطاقه والمجهود اللي انتوا عملتوها في المدرج دي، كنتوا واقفين جنب فرقتكم وبتشجعوا فرقتكم، ممكن تكسبوا 90 دقيقه يا مؤمن. ما وراهمش غير ان هم يشتموا في زيزو. امام عاشور كان موجود كان شتموه، لو كان بيلعب كانوا شتموه، شتم كتير. الله يمسيه بالخير شهاب الدين احمد قال كلمه عجبتني قوي، قالوا له ليه هو الاهلي دايما بياخد الدوري والزمالك ما بياخدش الدوري؟ قال لهم كلمه لحد دلوقتي رنه في ودني، اقسم بالله، لهم عشان النادي الاهلي دايما بيبقى نازل شايف البطوله، بينما نادي الزمالك بيبقى نازل شايف الاهلي عاوز يبقى فين ويروح وراه، حاطط النادي الاهلي في دماغه اكتر ما حاطط البطوله. دي الكلمه الاصدق في التاريخ. نادي الزمالك حاطط النادي الاهلي في دماغه، في حين ان النادي الاهلي حاطط البطولات في دماغه ومش شاغل نفسه باي نادي تاني. يا ريت تتعلموا من النونه، والله فضحتوه، ما بقى الصغنونه دي فاهمه اكتر منكم.